هي علامة الصلاة اللي كانت عند الفنان حسين الشربيني كانت بجد ولا كانت لزوم شو؟ تعال ما اقولك على حسن الخاتمة للفنان حسين الشربيني. حسين الشربيني كان قريب جدا من ربنا وكان بيصلي، وعام 2002 وهو بيتوضى عشان يصلي العصر بتتزحلق رجله كده فبيقع، بيحصل له كسر في المفصل. عمل عملية واعتزل فيها الفن أكتر من 5 سنين. في ال5 سنين دول ما كانش في حد بيسأل عنه خالص من الوسط الفني، وده الكلام اللي قاله للمذيع حسين الإمام لما سأله حد سأل عليك قال له لا والله ولا حد قال له حتى انت فين. وقرر حسين الشربيني في الفترة دي انه يعتزل التمثيل تماما، وفي الفترة دي قرب جدا من ربنا وقالوا ان هو ختم القرآن، عشان في رمضان وهو قاعد يفطر مع اولاده كده بيرجع بالكرسي لورا وبياخد تمرتين ويتمتم بكلمتين وتفيض روحه لبريئها، يحملوا النعش ويروحوا المسجد، وهنا الامام يقف قبل ما يصلوا عليه ويقول لهم ان الراجل ده كان موجود هنا واقف على رجله امبارح في صلاة العصر وقعد يقرأ قرآن لحد قبل المغرب، والنهاردة احنا بنصلي عليه. فرحم الله الفنان حسين الشربيني وادعوا له بالرحمة.